تفشي أعراض كتير بقى بسبب إدمان التليفونات ديّة أقربها الفردانية والتنمر، خلاص بقى كل واحد ليه رأي في العالم، يعني تخيل عندك مصر مثلًا 100 مليون، عندك فيها 100 مليون رأي، بقى كل واحد ليه الحق إنه يحكم عليك وينتقدك كمان، جات معاها التنمر، مش مقتنع برأيي طب هاشتمك واشتم أهلك ولونك وشكلك وأي حاجة فيك يالّا، والمشكلة إن كتير أوي من صناع المحتوى الجداد بيتأثروا بالحاجات دي. وناس كتير أوي بييجي لها اكتئاب وبييجي لها أمراض بنت لذينة بسبب الناس دي، يالّا أي حد مش عاجبك خُش في الكومنتات اشتمه، خُش حُط رأيك واحكم عليه وعدِّل عليه كمان في أي حاجة بيعملها بقى، لدرجة اللي بقى في فردانية في الدين، ودي لوحدها أساسًا مصيبة، مش عايز أتعمق فيها أوي صراحة علشان ما أخشش في حاجة غلط، كل اللي أقدر أقول لك عليه إن تخيل مثلًا إن أنت في دينك كلنا ماشيين تبع رب واحد وكتاب واحد ورأي واحد بقى أي عيل عمل له account على الفيس بقى بيدّي آراء بالدين ويعمل ويخترع دين لنفسه ويحكم بيه كمان، ودي في حد ذاتها مصيبة، بسبب الفردانية ما بقاش